عزيزي المشاهد، لنا ولكم لقاء مع فيديو جديد مع ابو الجروح. فيديو النهارده ناري بكل المقاييس. فيديو النهارده مهم جدا جدا. فيديو النهارده يخص النادي الاهلي ويخص سان داونز ويخص قناه نادي الزمالك وتصريحات الكابتن خالد الغندور، مواضيع من الشرق ومواضيع من الغرب، ولكن كلها تمت لبعض بصله حتى لو من بعيد. ولكن عزيزي المشاهد، قبل ما اقول لحضرتك اي تفاصيل وقبل ما اتكلم مع حضرتك في اي حاجه، حابب اشكر حضرتك على الدعم الخرافي اللي انتوا بتقدموه لي على الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه باذن الله. ومهما شكرتكم من هنا ل 100 سنه قدام مش هيوفيكوا حقكم في وقفتكم معايا بقى، وفي اللايكات والمشاهدات والشير والكومنتات. وانا بحب جدا اقرا كومنتاتكم كلها. وعايز اقول لحضرتك ان وانت بتشوف الفيديو ده وانت قاعد تشوفه، انا كمان بشوفه وبرد على الكومنتات بتاعت حضرتك، اذا كان في البث المباشر او اذا كان بعد ما البث المباشر خلص في الكومنتات العاديه. ايا كان من الاثنين هتلاقيني برد عليك. يلا اكتب الكومنت بتاعك هتلاقيني برد عليك في ساعتها. المهم يا بيه، خلينا نركز بقى في تفاصيل التفاصيل وفي كل حاجه هنقولها. اكتشاف خطير اكتشفوا. مين؟ هقول لك مين ولكن مش دلوقتي. ان لاعيبه سان داونز تتعاطى حبوب التخسيس. فاكرها بتاعت نادي الزمالك، بتاعت زيزو وبتاعت فتوح وبتاعت الناس دي وبتاعت عبد الله جمعه، عارف حبوب التخسيس؟ ها؟ المهم اكتشفوا ان اللعيبه في سان داونز بتاخد منشطات. المهم، هل تم اتخاذ اي اجراء؟ طب ايه التصريحات اللي اتقالت؟ طب احنا عرفنا ازاي؟ واحده واحده، وهقول لحضرتك كل حاجه بتفاصيل التفاصيل. ركز معايا في اللي جاي. الكابتن خالد الغندور بعد تسريبات عقود لعيبه نادي الزمالك طلع وقال تصريح خطير جدا يجب ان احنا نناقشه مع بعض. برضه تصريح مهم وغايه في الاهميه. ولكن ركز بقى في اللي جاي علشان انا هقول لك حاجه مهمه جدا، وهي وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه دي يا فندم. يا كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تزور في لايك على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 او 6000 لايك. انت وذوقك بقى، انت ودعمك لابو الجروح وحبك لابو الجروح. 6000 لايك نشوف الفيديو ده واصل له. المهم، هتكلم مع حضرتك في المواضيع المهمه جدا اللي انا قلت لحضرتك عليها في المقدمه دي. وخلينا نبدا بموضوع سان داونز. سان داونز دوري الجنوب افريقي اتخذ اجراءات انه هيحلل لبعض اللعيبه من بعض الانديه، وكان من ضمنهم سان داونز. اكتشفوا ان في لاعبين بيتعاطوا المنشطات في سان داونز، والتحليلات دي حاصله قريب يعني من كام يوم. يقوم ايه بقى؟ نفس اللاعبين دول يكونوا كانوا بيلعبوا مباراه النادي الاهلي هنا اللي فاتت، وكلنا شفنا اداء سان داونز كان مبهر الماتش اللي فات امام النادي الاهلي، وطلع ان كل ده بسبب حبوب التخسيس. فاكرها؟ والمنشطات بقى والكلام ده. المهم، قلنا طبعا الكاف هيطلع يتكلم عن الموضوع ده، وهيطلع يقول لك احنا خلاص هنستبعد سان داونز من البطوله دي بسبب المنشطات. ولكن التصريحات اللي اتقالت كانت كارثيه. التصريحات اللي اتقالت كانت كارثيه. طلع واحد من مسؤولي الكاف وقال لك ان المنشطات او التحليلات اللي حصلت دي حصلت عن طريق الدوري الجنوب افريقي او اتحاد الجنوب افريقي، ومالوش علاقه بالكاف، وده لا يمت للكاف بصله ولا وجود لاي استبعاد لسان داونز. يعني سان داونز لسه موجوده حتى وهي بتاخد منشطات. وده ليه؟ علشان الاتحاد الجنوب افريقي هو اللي عامل التحاليل مش الكاف. افتكر انا يعني ان لما عبد القادر وحسين الشحات تألقوا في كاس العالم للانديه، في مباراه كده تألقوا فيها، يعني نجد ان الفيفا تاني يوم كان مستدعي الاثنين عشان يتحلل لهم، واتحلل لهم وطلعت النتائج سلبيه. ده عشان الفيفا شافت ان اللاعبين لعبوا كويس في ماتش. تعالى يا باشا، لا انت لعبت كويس، ايه اتحلل لك انت تمام، طب روح بيتكم يلا. ده اللي بيحصل من خلال الفيفا. انما لما يتحلل للاعيبه سان داونز من الاتحاد بتاع بلدهم هم، ويطلع ان هم بياخدوا منشطات، والكاف يطلع يقول لك لا والله احنا عشان مش احنا اللي عملنا التحاليل فمش هنقدر نستبعد حد، وسان داونز زي ما هو موجود. قال له يبقى تسال نفسك 100 سؤال هنا بقى. تسال نفسك، هل الكاف بيطبل لفرق ما؟ هل الكاف من مصلحته ان فرق ما تكون موجوده؟ بكل تاكيد بعد اللي حصل ده. بقول لك يا اخي، عبد القادر وحسين الشحات لعبوا ماتش حلو في كاس العالم للانديه.
الفيفا استدعتهم عشان يتحلل لهم. تعالى يا باشا اضرب، انت بتاخد ابر ولا ايه؟ انت لعبت الماتش ده حلو ليه؟ انت متخيل الموضوع وصل لحد فين؟ افتكر يعني نيجي هنا بقى للاتحاد الجنوب الافريقي اللي قال لك اللعيبه بتاخد منشطات. افتكر لما الاتحاد المصري قرر انه يحلل لعيبه نادي الزمالك وطلع قال لك محدش بياخد حاجه، وقبلها يطلع رئيس النادي قال لك لا يا باشا دول بيجيبوا نسوان وبيضربوا حشيش وبياخدوا منشطات. قال لا الاتحادات في كل البلاد ماشيه بالحق الا الاتحاد المصري لكره القدم عندنا ماشي بحاجه غريبه وبمبدا غريب احنا ما نعرفوش. ولكن مش قصتنا. هل النادي الاهلي كان هيستفيد من ان فكره ان صن داونز اتزاح من طريقه في بطوله دوري ابطال افريقيا؟ طبعا كانت هتبقى فائده كبيره جدا لو تم استبعاد صن داونز. ولكن عايزين نشوف رد مقنع من الكاف. كنا المفروض مستنيين ان الكاف يقول لك اوبا لا اقف صن داونز ايه دي مشاركه في بطوله افريقيا، تعالى يا باشا حللوا للعيبه دي، وان شاء الله بقى اقول لك يا عم خلاص احنا ما لقينا، بس تستدعيهم حللوهم واطلع بعد كده قول ما لقيناش حاجه، بس يعني برد نار الناس مش كده يعني. المهم نيجي للخبر الثاني وهو تسريب عقود لعيبه نادي الزمالك. انتشر تسريبات عقود كبيره جدا، من ضمنهم عقود زكريا الوردي اللي مشي من نادي الزمالك، قال لك عشان بيتريقوا عليا وبتاع وما استحملش، ومرتضى منصور قال لك هو رجع لنا كل الفلوس ومشي. لكن الراجل ده خد مقدم تعاقد 20 مليون جنيه، وكان قيمه عقده 2 مليون ومش عارف وكام دولار، يعني داخل في ال 3 مليون دولار، يعني داخل له في ال 100 مليون جنيه. زكريا الوردي اهدار مال عام، يعني بص الف ب اهدار مال عام. المهم بعد ما حصل الكوارث دي وبعد ما تم تسريبات العقود وبعد ما حصل الموضوع بتاع زكريا الوردي، يجي الكابتن خالد الغندور ويطلع في قناه نادي الزمالك ويقول لك ايه، والنبي يا شباب بعد يعني ما بتسربوا لنا لعيبه او عقود لعيبه الزمالك والارقام اللي بنجدها في العقود، نتمنى ان حد يسرب لنا لعيبه عقود لعيبه النادي الاهلي، ولا دي ضد التسريب، ونقارن بقى ساعتها مين بياخد اكتر، ولا لعيبه النادي الاهلي ضد التسريب. انا اقول لحضرتك بقى، العقد بيكون فيه نسخه مع اللاعب ومع النادي ومع اتحاد الكوره، مع النادي ومع اللاعب ومع اتحاد الكوره. اتحاد الكوره كده كده مش هيسرب عقود لانها مش من مصلحته او مش هيستفيد حاجه، وحتى لو هيستفيد مفيش افاده ليه دلوقتي انه يسرب عقود لعيبه نادي الزمالك. وتسريب العقود حصل بعد حبس مرتضى منصور بيومين، يعني كانهم كانوا مستنيين الراجل يتحبس عشان يسربوا العقود، عشان يضربوا مفك في الراجل. المهم احنا نختلف كل الاختلاف مع الاستاذ مرتضى منصور لو في حد بيشوفنا لاول مره، يعني احنا لا ندعمه باي صوره من الصور. المهم يجي الكابتن خالد الغندور بقى بعد ما الكوارث دي حصلت يقول لك ايه، طب هو لعيبه الاهلي ضد التسريب؟ اقول لك نرجع تاني للنقط، ان مين بيبقى مع نسخ من العقود؟ النادي واللاعب واتحاد الكوره. زي النادي الاهلي كده، لا اللاعب في النادي الاهلي هيسرب العقد، ولا النادي الاهلي مهما حدث ادارته هتسرب العقد، ولا اتحاد الكوره هيسرب العقد زي ما احنا متفقين. تمام، احنا دلوقتي متفقين ان مش هينفع يتسربوا العقد. فاللي سرب العقد من عندك يا كابتن خالد هو نادي الزمالك نفسه، هو مجلس اداره نادي الزمالك نفسه اللي سربوا العقود. فما تطلعش بقى تقول لي هو النادي الاهلي ضد تسريب العقود. ضد تسريب العقود يا باشا، في منظومه، في سيستم ماشي هناك. الناس دي مش ماشيه جهجهوني زينا، فعمرك ما هتلاقي عقد متسرب، استحاله. وحتى لو لقيت عقد قال لك عقد مسرب لكذا هتلاقيه مضروب، مش هو العقد الحقيقي. فاستاذ خالد بدل ما تطلع تقول عايزين نقارن بين دول ودول، خلينا في خيبتنا احنا، ومالكش دعوه بالنادي الاهلي يا كابتن خالد. زي كل مشكله بتحصل بقول لك مالكش دعوه بالنادي الاهلي، ابوس ايدك مالكش دعوه بالنادي الاهلي. بدل ما سيد عبد الحفيظ يطلع يدينا تصريحين في نافوخنا ينيمونا اسبوع في البيت بنعمل كمادات تخفيض حراره، فهدي نفسك يا كابتن خالد. عزيزي المشاهد لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، ولسه هتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تظرف لايك، تكتب كومنت، تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره تتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.